السلام عليكم متابعي قناتي حول العالم. إن أغلبية الخدع السحرية تتطلب الكثير من الأجهزة، أو على الأقل الكثير من التحضير، وعلى الرغم من ذلك توجد الكثير من الخدع الجيدة التي يمكن أن يقوم بها أي شخص وبدون أي تجهيزات. إليكم 10 خدع سحرية يمكن لأي شخص أن يقوم بها. رقم 10: تغيير ملابسك خلال ثانية واحدة. كما يشير العنوان، هذه الخدعة تمكنك من تغيير ملابسك في نفس اللحظة، ولتفعل ذلك تحتاج فقط لأن ترتدي عدد 2 من التيشيرتات في وقت واحد، وأن ترفع التيشيرت إلى فوق رأسك هكذا، ثم تقوم بارتداء سترة أو أي شيء يمنع رؤية هذا التيشيرت، ثم تقوم بالالتفات، وبينما تعطي ظهرك للمشاهدين تخلع التيشيرت من رقبتك بينما تعطي انطباع أنه قد تغير. رقم 9: المنديل ذو اللون المتغير. يعد المنديل ذو اللون المتغير أحد الخدع السحرية الأساسية التي تعتمد على خفة اليد لخلق خدعة بصرية لدى المشاهد، ولتنفيذ هذه الخدعة تحتاج إلى وضع أنبوبة صغيرة داخل كف يدك كما ترى في الصورة، على أن تقوم بوضع منديل بلون مختلف بداخلها، ومن ثم تقوم بوضع منديل من الأعلى، وبينما تقوم بوضع المنديل من الأعلى تنزع الآخر من الأسفل هكذا، سوف يبدو وكأن لون المنديل قد تغير. رقم 8: القلم المغناطيسي. تعد هذه الخدعة خدعة سهلة للغاية، حتى أن الأطفال يمكنهم أن يقوموا بها. في هذه الخدعة يتم إيهامنا بأن أحدهم لديه قدرة مغناطيسية خارقة تجعله قادرا على جذب الأقلام بيده. إن سر هذه الخدعة سهل للغاية، فعندما يرفع الساحر يده اليسرى فإنه يمد إصبع السبابة من يده اليمنى هكذا كي يبقي القلم في مكانه. لا تحتاج هذه الخدعة إلى أي تحضير مسبق، حيث إنه بعد دقيقتين من ممارستها يمكن لأي طفل إبهار جمهوره بتلك المعجزة الصغيرة. رقم 7: خرق كيس ممتلئ بالمياه باستخدام الأقلام. كل ما نحتاج إليه للقيام بهذه الخدعة هو كيس من الأكياس القابلة لإعادة الإغلاق. علينا أن نقوم بملء الكيس بالمياه، ثم نقوم بإغلاقه هكذا واختراقه ببعض الأقلام الحادة، وسوف نجد أنه لن تتسرب أي نقطة مياه خارج الكيس. رقم 6: شق تفاحة إلى نصفين. إذا حاولت شق تفاحة إلى نصفين بيديك فلا بد أنها لم تكن مهمة سهلة بالنسبة لك، لأن الأهم هو طريقة شقها وليس الجهد المبذول في ذلك. أول شيء عليك فعله هو إزالة عنق التفاحة، ثم الضغط بإصبع الإبهام على منتصف التفاحة هكذا باتجاه الخارج. رقم 5: خدعة الإبهام. لتبدأ هذه الخدعة يجب أن يكون المشاهدون في مواجهتك. في هذه الخدعة يتم ثني الإبهامين هكذا وجمعهم عن طريق تغطية مكان التقاء الأصابع الأخرى، وبهذه الطريقة يظهر للناس إبهام واحد فقط، وعند فصلهم سيبدو وكأنك قد قطعت إبهامك. رقم 4: الخطاب المحلق في الهواء. في هذه الخدعة تستطيع إقناع الجميع بقدرتك على جعل الخطاب يطير في الهواء، ولتفعل ذلك فإن كل ما تحتاجه هو خطاب مثقوب من المنتصف وخيط ليتعلق منه، ويستحسن أن تشتري الخيط من محل لبيع مستلزمات السحر، وبهذا سوف يكون خفيا ولن يراه المشاهدون. رقم 3: خدعة الخاتم والأستك المرن. في هذه الخدعة يمكنك إقناع الجمهور بأنك تستطيع رفع الخاتم بقوة عقلك. أول ما يجب عليك فعله هو تمرير الخاتم خلال الأستك حتى يبلغ منتصفه، وترك باقي الأستك بين يديك. والآن كل ما عليك فعله هو أن تترك الأستك حرة، مما سيجعل الخاتم يبدو وكأنه يرتفع للأعلى. رقم 2: الكوب الطائر.
إن خدعة الكوب الطائر تعد من أكثر الخدع بساطة. كل ما عليك فعله هو ثقب الكوب وتمرير إبهامك منه. لن يلاحظ الجمهور ذلك، وحتى إذا ما شك أحدهم بالخدعة فإنني أوصيك بكسر الكوب، وبذلك سيبدو من المستحيل اكتشاف الثقب الذي كنت قد أحدثته فيه. رقم 1. تجميد المياه خلال برهة. يقولون إن السحر هو علم لا نفهمه، ولكن التجارب الصغيرة في هذا المجال هي الأكثر إثارة للدهشة، مثل تجميد المياه في ثانية واحدة على سبيل المثال. الخطوة الأولى هي ضبط المبرد على درجة حرارة 18 درجة لمدة 10 دقائق، ثم وضع زجاجة المياه فيه لمدة 2.5 ساعة، ولا يجب أن تتركها لأكثر من ذلك لأن المياه من الممكن أن تتجمد. الخطوة الثانية هي إخراج الزجاجة من المبرد بعد مرور 2.5 ساعة، وبهذا لن تكون المياه قد وصلت إلى مرحلة التجمد. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في خبط الزجاجة قليلا من قاعدتها. والآن ضع مكعبا من الثلج في وسط طبق عميق وقم بسكب المياه على المكعب، وسوف ترى كيف سيصبح مكعب الثلج أكبر حجما شيئا فشيئا. أخبرونا في التعليقات عن آرائكم في هذه الخدع السهلة. هل يمكنكم أن تقوموا بأحدها؟ وهل جربتم القيام بالخدع السحرية من قبل؟ أم أن أمر خدعتكم قد انكشف أمام الجمهور؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.